صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع الاسترشادي رابع خامس سادس لعام 2026. عشان كده انا بقولها لك تاني، الاختلاف في حد ذاته يعني مشكله في الصياغه، بس مش لدرجه ان انا مختارها. تلعب انبوبه اللقاح في النباتات الزهريه دورا رئيسيا في انبوبه اللقاح في حد ذاتها. ايه الدور الاساسي بتاعها؟ ما النسيج النباتي الذي له دور في الحد من انتشار الميكروبات مع تيار الماء. المفروض اللي بيعمل كده التيلوزات. اي ممالي غير صحيح عن التغيرات التي تحدث للصخور الرسوبيه والناريه اثناء عمليه التحول. طبعا كل اللي عندك ممكن يحصل ما عدا ان هيتغير في عناصره الكيميائيه. يرتبط بالحمض النووي عين ولا يرتبط بالحمض النووي صاد؟ هو المفروض بيرتبط مع الحمض النووي عين. عند حدوث خلل في الجزء الاسفل من جسم الفقره ال18 ونتوءها المستعرض، فان الذي يحدث به خلل هو كان كده الجزء الاسفل من جسم الفقره. ما الميزه الاساسيه لزراعه الانسجه لانتاج نباتات جديده؟ ايه هي اهم ميزه؟ معدن ايه وسي لهما نفس المجموعه المعدنيه؟ هو الراجل قايل لك ان هما من الكبريتيدات، كتر خيره. معدن ايه اصفر شفاف؟ اسمه ايه؟ سيفاليرايت. خد بالك هو عايزك تكتبها كده، مش تكتبلوش زد ان اس. ها، نقابل على خير في الحلول اللي جايه.